الماتشات الكبيرة دي لما بتكسب فيها بسكور كبير بتبقى حاجة كويسة جدا جدا، والنتيجة دي انت تبقى فرحان بيها في يومها، بس في الآخر النتيجة في الاستمرارية. واحنا الحمد لله بادئين الموسم ده بشكل كويس جدا، وان شاء الله في كأس عالم أندية وأفريقيا جايين، ان شاء الله نكمل على نفس المستوى بإذن الله. كل البطولات من نصيبنا السنة دي ان شاء الله. أنتم على هبة الاستعداد للمشاركة في كأس العالم في المغرب التي ستقام في المغرب، كيف تنظر إلى هذه المشاركة من جانب الأهلي؟ الاهلي طول عمره جاهز في اي وقت، حتى لو انت زي ما تقول هو كاس العالم اللي بيبقى عايز الاهلي، حتى لو انت ما كنتش انت البطل حصلت الظروف في الاخر ان إن النادي الاهلي هو اللي يروح، وده طبعا تسال نفس السؤال هل الاهلي جاهز انه يعمل؟ وفي الاخر مش هقول لك الاهلي فاجئ الكل، الطبيعي ان احنا نافسنا، انت تروح اي بطوله بتنافس، حتى طبعا هو محفل عالمي كاس عالم انديه وبطوله، طبعا ان شاء الله احنا جاهزين، وباذن الله ان شاء الله هنعمل حاجه، ولو احنا حققنا مركز ثالث في اخر سنتين فاحنا رايحين طموحنا مش ان احنا نحقق مركز ثالث ثاني ومركز رابع، بالعكس ده نوصل فاينل، ليه لا؟ الأهلي عاش فترة قصيرة في الواقع لعدم الاستقرار الفني، لكن الآن مع السويسري مارسيل كولر يبدو أن الأمور أصبحت أكثر استقرارا لنقل مع هذا المدرب. كيف هي تجربتكم مع هذا المدرب؟ ويبدو أن النتائج تعكس أن هناك ربما ثبات في المستوى وكما قلت استقرار. طبعا مستر مارسيل مدرب كبير وقدير، عنده من الخبره ما يكفي، هو في مصطلح كده بيقولوا هو رجل المرحله، فانت كنت محتاج حد بالشخصيه دي يكون موجود، وده فعلا اللي حصل، حسن الاختيار والراجل جاي وعايز يشتغل، هو بصراحه يعني راجل مجتهد جدا.